السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني 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 اخواتي وحبايبي الغاليين. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبهنا وبسعادة. طبعا شايفين المنظر قدامكم، الأوضة كلها حصل فيها انفجار. دارتين النهاردة بقى شتوي، هنطلع اللبس الشتوي كله ونعين الحاجات الصيفي ونطلع للحفا، لان الجو بقى ساقع جدا بالليل، بنفرفر من الساقعة بصراحة. فقلت خلاص ما بديهاش بقى، هطلع للحفا. وكمان بطلع حاجه كده من الاكياس دي. الاكياس دي فيها عندي وصله كده عايزاها، علشان في مفاجاه النهارده في اخر الفيديو ان شاء الله. تابعوا الفيديو للنهايه ان شاء الله، وهتشوفوا معايا ايه المفاجاه. حاجه كنت مستنيها بقالي سنين، والحمد لله ربنا اراد وهجيبها النهارده باذن الله. تعالوا بقى كده بقى نطلع اللبس الشتوي، ونطلع كل الحاجات الشتويه بتاعتي انا والاولاد وكده. اغلب الحاجات هنا بتاعتي انا والولاد، وجوزي حاجات قليله قوي، لان اللبس بتاعه اصلا الشتوي انا حطاه له فوق في الدولاب عنده فوق وكده. بصوا ده السلوبيت ده كان بتاع زين وهو صغنون عن كده يعني، ما عادش ينفع يلبسه دلوقتي ما شاء الله كبر. فانا هعينه بقى ايه يعني، هسيبه. بحب احتفظ بالحاجات دي قوي. ده كان لبسي يا جماعه ايام الجامعه، بصوا كنت رفيعه ازاي. دلوقتي بقى ايه، تخنت شويه. طبعا مش هيخش يعني، هحاول البسه مش هيخش. فانا ايه هشيله بقى كده ايه، هشوف حد يكون رفيع قريبي عندنا، جنبنا، اي حد محتاجه هديهوله ان شاء الله. الحاجه اللي متحتاجهاش كده وتكون حالتها حلوه اديها لحد يستفاد منها يعني، بدل ما انت تسيبيها عندك مركونه في الفاضي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بشكر كل اخواتي على تعليقاتهم الجميله تحت الفيديوهات. ربنا يا رب يبارك فيكم ويخليكم ليا، ما تحرمش منكم ولا من وجودكم ابدا ابدا. ودايما يا رب تبقوا سند ليا كده وفي ظهري، وانتوا عيلتي التانية. ربنا يا رب يبارك فيكم، وانتوا وجودكم في القناه وعلى راسي من فوق. لايك بقى واشتراك لو انت اول مره تشوفيني، وكملي اعملي شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا بقى كده ايه، نشوف احنا بنعمل ايه. بصوا طبعا انا جيت اقف كده مش عارفه اقف، لان في تراب تحت رجلي، وفي حاجات صغيره كده الولاد بيوقعوها، ما تفهموش الحاجات دي بتخش تحت السرير ازاي. يعني قشر لب مثلا، حاجات صغيره جدا. وانا واقفه كده كمان لقيت بقى جنيهات. قعدت الم والله، كل شويه كل خطوه الاقي جنيه، الاقي نص جنيه. لميت شويه فلوس زي الفل الحمد لله فكه. فده الرزق بقى النهارده، وانا بنضف لقيت الفلوس دي خدتها. مش مهم بقى هي بتاعت مين، انا لقيتها خدتها خلاص. بتاعت اللي بتاعه بقى، تبع اللي تبعه. المهم هنا بمسك المكنسه وبنضف المكان عشان اقدر ان انا اتحرك فيه برضو براحتي. انا واقفه حافيه مش لابسه شبشب يعني. فبنضف بالمكنسه كده عشان ما يبقاش فيه تراب كتير برضو في المنطقه يعني. هو الجو حلو جدا هنا في الاوضه، مفيش برضو مش متوسخه قوي، بس في زي ما قلت لكم حاجات صغيره كده. قشر لب، اكل صغير الولاد موقعينه، لقم عيش ناشفه. لقيت الوان الولاد كانوا بيدوروا عليها وعايزين اجيب لهم علبه جديده. لقيت اقلام الوان كتيره جدا تحت السرير والله. ولقيت اقلام رصاص، وزي ما قلت لكم كل بقى الحاجات ايه اللي كنا بندور عليها مش لاقيينها، لقيتها تحت السرير. طلعتها بقى كده وشلت كل حاجه. وكان في كتاب هنا برضو فرح كانت عايزاه. المهم يعني الاكياس السمرة دي انا بخزن فيها مؤقتا عما ابقى اشتري اللي هي الشنط بتاعه التخزين، اللي هي يا جماعه المحمله دي. في شنط طالعه كده شكلها شيك قوي بتتحط تحت السرير، ولكن انا جيت سالت عليها لقيتها غاليه، بس ربنا يسهل ان شاء الله وابقى اشتري يعني، ربنا يسهل. هحوش كده وابقى اجيب يعني. بصوا هنا بقى ايه، المكنسه شالت كل التراب، فانا هحطها بقى جنبي. خلاص انا خلصت، وهوقفها بعيد عني كده عشان اعين بقى الحاجات. زي ما قلت لكم الحاجات الشتوي كتير قوي ومهيشه جدا، فعامله عامله الاكياس مكببه كده تحت السرير. هشيل بقى كمان الحفه عندي، الحفه الاطفال، والمفرش بتاع السرير اللي هو التايجر ده. الحاجات دي كلها انا بحتاجها بقى في الشتاء. زي ما قلت لكم ساعات بفرشها على السراير، ساعات بنتغطى بيهم، بنحتاج الغطيان مش بتخسر يعني ان انا اطلعها. انا كنت غسلت البطاطين قريب، لسه بقى الحفه اللي قدامكم دي هغسلها برضو. هي نضيفه، انا حطاها مغسوله، بس في ريحه كمكمه مش لطيفه كده فيها، فانا هغسلها برضو. رغم يا جماعه ان انا والله حاطه معاها صابون، بس مش عارفه ايه الريحه دي، ريحه كمكمه كده متفهميش تراب. هنا بقى هنضف الاكياس دي قبل ما اقفل عليها بقى بالملل، وبعد كده نحط الملل. فرح جابت اللبس راح تحطه لي هنا، يا بنتي اللبس مش بيتحط هنا. المهم فرح بقى ايه، عايزه تحط هي الملل. يا فرح تقيله عليك، لا انا هحطها يا ماما. قلت لها خلاص ماشي حطيها. حطيت الملل بعد ما نضفت الاكياس وشلت كل حاجه، والكوفرتات والحاجات دي فرح برضو اللي جابتها لي هنا، انا هشيلها دلوقتي. هنا بقى انا حطيت يا جماعه خلاص الملل، وحطيت خشب. الخشب ده يا جماعه بيعمل ايه، اللي هي الحتة الخشب اللي هي الرفيعة دي، الابلكاشة دي بتحمي المرتبة، هي والكراتين بتحمي المرتبة كتير يعني. انا مش عارفة ليه، بس هو جوزي اللي قال لي كده.
المهم انا فرشت السرير لان زين بقى نام، وانا ما صدقت ان هو نام، وعايزه اخلص اللي ورايا، عايزه الم الهدوم دي كلها كده وارصها. المهم لقيت ابو سيف بيقول لي يلا تلبسي وبتاع هنخرج. قلت له هنروح فين؟ قال لي هنتفرج على الاوض بتاعه الاطفال. خدت بعضي بقى كده ونزلت. بصوا سيف قاعد، زين قاعد مستقنيس، بتلخبط ما بين سيف وزين دايما، تصدقوا بقى؟ بصوا اللي قدامكم دي ده دولاب اوضه الاطفال اللي احنا شفناها في الاول. الاوضه عباره عن جزء فيها كده كابوتونيه، وبرده الدولاب ده برده عاملين فيه كابوتونيه كده تنجيده، والاوضه فيها خشب وكابوتونيه، فشكلها كان عاجبني قوي. اللي انتوا شفتوه في الاول ده كان سرير 120. المهم خدت جولة كده خفيفة، ومش ده مربط الفرس. احنا هنروح النهاردة مول او سنتر شاهين، هنتفرج على الحاجات اللي فيه الاجهزة الكهربائية، هنتفرج عليه كله عامة. بصوا بقى هنا الشاشات اهي. المفاجأة النهاردة ان انا هشتري شاشة. تمام. عايزة اقول لكم ان انا كان نفسي فيها بقالي كتير، وكل شوية بنأجلها، بس بصراحة ما عادش ينفع تتأجل اكتر من كده. وهقول لكم ليه، لان الاسعار عمالة بتزيد قوي، فانا محتاجاها لان التلفزيون القديم بدأ يخرف كده معايا. هاخدكوا جولة بقى هنا في السنتر ده، تتفرجوا على الحاجات اللي فيه كلها حاجات لطيفة ورائعة الجمال. يعني عايزة اقول لكم كل حاجة موجودة فيه، من الابرة للصاروخ، والاسعار معقولة. في حلل، في اكسسوارات اللي هي كمان اللي بتتحط في المطابخ، في ساعات، بايركس، كل حاجة. الصواني البايركس مليانة بالهبل، اطقم الحلل بالهبل، البلاستيكات كلها بالهبل، كل حاجة موجودة هنا يا جماعة ما شاء الله. والحلل بأنواعها، المناشر، ترابيزات المكوى. من ضمن الحاجات برضو اللي ان شاء الله هشتريها، عايزة منشر داخلي، ربنا يسهل. فهنا كنت بسأل برضو على الأسعار، باخد خلفية يعني. الشاشات هنا انا في دماغي شاشة معينة، الشاشة اللي انا عاوزة اجيبها سامسونج، فما كانش عندهم سامسونج، عندهم انواع تانية، عندهم هايسنس تبع توشيبا، عندهم تورنيدو، عندهم حاجات كتيرة بس مش اللي انا عايزاه. وال جي، ال جي مش هجيبها لسبب ان الناس بتشتكي من خدمة العملاء، فمش هينفع ان انا اجيبها برضو. تمام. اهم حاجة خدمة ما بعد الشراء دي. بصوا ده طقم الحلل ده عامل زي الطقم بتاعي اللي انا جبته، زي الحلتين اللي جبتهم بالظبط، نفس الشكل ونفس كل حاجة، بس اللون مختلف. الحلل هنا بقى كل الاشكال اللي بتتخيليها، ومن اول 1000 جنيه وانت طالع. ده طقم هنا هو زي ما قلت لكم ب4000 وشوية. وطقم تانية في عندك طقم هو الاسمر ده ب1265. وطقم كتير بقى زي ما تحبي يعني. حبيت كده اخدكم في الجولة دي عشان لو حد حابب يشتري حاجة ينزل يشتريها من المول. بصوا هنا برضو في الاسبتة، في هنا بقى الطاسات برضو اللي هي الجريلات والطاسات العادية. في اطقم حلل برضو هنا ب1199، بس بصراحة مش تحسيها جميلة قوي كده او محملة زي الطقم اللي فات اللي هو ب4، لا يعني تحسوه اضعف شوية. هنا الاطقم اشكالها حلوة، وهنا برضو مجات الشوربة والفناجين الصيني، اطقم تقديم الشاي. المجات دي جميلة برضو قوي، عاملين عليها عروض. حبيت كده اوريلكوا كل اللي انا يعني كل الاماكن اللي انا رحت اتفرجت عليها، حبيت افرجكوا عليه. هنا بقى في مفروشات بالهبلولي كده، مفارش بقى سراير، وفي الحفا، وفي كل شيء يعني ما شاء الله. بجد النهارده الجوله دي جميله قوي. هنا بقى الحاجات دي تبع المطبخ برضو، يعني لو حد مطبخه واسع ممكن ياخد الترابيزه دي يحطها في المطبخ. ده ايه يا جماعه؟ ده تكييف ده ولا ايه؟ مش عارفه ما علينا. المهم هنا بصوا في برضو مراتب، وفي مخدات فايبر. في هنا بقى الحاجات دي اللي حبيتها قوي بتاعه المطبخ، والمراتب برضو فحبيت افرجكم عليها عن قريب كده، هي والمفارش والملايات. نيجي بقى هنا دي ده مكان تاني، ده هاي بيتك، اسمه ايه؟ بيتك. حبيت افرجكم على الشاشات فيه سريعا كده. لقيت الشاشه اللي انا عاوزاها بقى. الموقف اللي حصل ان انا في بيتك لقيت الشاشه اللي انا عاوزاها. بس بقى يا جماعة قال لنا موجودة سعرها كام؟ ب6600. طب يلا خلصنا وتمام وهتهن. احنا كنا شايفين الشاشة بتاعتنا دي سامسونج ليد، كنا شايفينها في محل جنبنا، كان بيقول لنا ب6500. رحنا بيتك ومش عارف ايه نسأل، قال لنا 6600. قلت خلاص بيتك مضمون ومعاه بطاقة ضريبية وبتاع وكده، يلا يا عم الحاج خلاص احنا عايزين ناخدها وكده. شايفيني والنبي يا جماعة الشاشة منورة، يا لهوي عايزة زغرط. واحد فرحان ان هو اخيرا جابها. ما شاء الله الواحد لما جابها كده وقعد يتفرج عليها كان حاسس ان هو يعني مش عارفه والله، كان بيتفرج على فردة شبشب. ما علينا، الحمد لله على نعمته وفضله. حبيت برضو هنا اجيب الفيديوهات بتاعتي واتفرج عليها بقى، ما انا لازم اتفرج يعني. المهم يا جماعه، واحنا قاعدين بقول له خلاص هات لنا الشاشه في بيتك، قال لنا طيب حاضر. رايح بقى عشان يشوف يا جماعه يسجل وكده ان احنا هناخدها.
الاقي يقول لنا ايه لحظه واحده ده سعرها 8 500. قلنا له نعم. فجاه كده ده هي اتغيرت على السيستم. قلت له اتغيرت على السيستم ايه؟ يلا بينا يا ابو شيف نجري على المحل التاني. ورحنا على المحل التاني والحمد لله جبناه. المهم هنا الغدا بقى سريعا كده كان شوربه عدس بتدفي وكمان سريعه عشان انا لفيت كتير، فقلت بقى هعمل اكله سريعه. سلقت الخضار بقى بتاعي، الجزر والطماطم والبصل والثوم والكوسه والبطاطس. لو عندك كوسه حطي، انا عندي بطاطس بس حطيه. وبعد ما سلقته ضربته في الخلاط، وبعد كده صفيته، وبعد كده عملت بقى ايه يا جماعه، حمرت الشعريه كده تحميره حلوه قوي قوي كده، ونزلت عليها بقى بالشوربه بتاعتي بعد ما صفيتها. وعايزه اقول لكم حلوه، ما بعملهاش لا طشه توم ولا اي حاجه، هي كده جميله جدا وخفيفه. لو عملت طشه توم هحس ان هي تقيله على المعده، اذا كان هي كده اصلا بتجيب حموضه. فلما اعمل طشه توم كمان انا اوريدي حطيت فيها خلاص، يعني خلاص انا حطيت التوم فيها اصلا من السلق في الاول. بجد روعه. تعالوا بقى يلا بصوا، انا قلت كده ايه اعمل من وراهم وانا واقفه في المطبخ كده ايه واحده ليا، اديها عصره ليمون واشرب بقى، لان انا بموت فيها وانا واقفه كده قلت اتسلى. بعد كده بقى يا حبايبي تعالوا بقى اوريلكم، قدمت لهم بقى الاكل على الترابيزه بتاعتنا الحلوه دي، معاه بصل ومعاه شوربه العدس، وعملنا فته كمان. الفته حطيت عيش وحطيت عليها من الرز وحطيت عليها شوربه العدس، وعملت طبق السلطه وحطيت لهم برضو ليمون عشان لو حابين يعصروا، والمخلل، وبس كده.